سلام عليكم. عيش الصايمين، العيش ده مشهور عندنا جدا في اسكندريه في رمضان بالذات في وقت السحور لانه بيشبع، ولكن اكتشفت ان ناس كتير مش عارفاه. قولوا لي كنتوا تعرفوه ولا لا؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ هش كده وجميل ومكوناته من ابسط ما يمكن. اول حاجه هنبتدي ان احنا ننشط الخميره بتاعتنا، وده عن طريق ان احنا هنحط الميه الدافيه، الخميره، السكر، وهنحط معاهم 3 معالق صغيره من الدقيق بتاعنا. هنقلب بقى ده كله مع بعضه كويس جدا، وهغطيه وهسيبه على جنب لغايه لما يختمر. بعد لما الخميره بتاعتي اختمرت كويس قوي، ببتدي ان انا اجيب الدقيق بتاعي واحط عليه شويه بيكنج باودر مع شويه ملح، وهنزل عليهم بخليط الخميره اللي احنا خمرناها بالشكل ده كده. وبعدين هبتدي ان انا احط الزيت. المفروض ان الوصفه كلها فيها حوالي 4 معالق كبيره من الزيت، ولكن احنا مش هنحطهم مره واحده، هنحط 3 معالق هنا وهسيب شويه للاخر، هنشوف هنعمل بيهم ايه. طبعا كميه الميه اللي موجوده في الخميره مش كافيه ان هي تجمع لي العجينه على بعضها، ولكن دي فقط كانت للتخمير. عشان كده ببتدي ان انا اثناء ما انا بلم عجينتي على بعضها بضيف الميه بطريقه تدريجيه. طيب الميه دي هوقف اضافتها امتى؟ لما الاقي العجينه بتاعتي شكلها بقى عامل كده، تعتبر عجينه مش لينه وكمان مش ناشفه. في المرحله دي هوقف خلاص اضافه الميه، وهنزل بقى بالمعلقه الزيت اللي احنا سيبناها من شويه، وهبتدي ان انا ادخلها في العجينه بتاعتي. هنبدا بقى في مرحله العجن. هنرش سطح العمل بتاعنا برشه خفيفه من الدقيق، وهنزل عليها بالعجينه بتاعتي. هبتدي بقى ان انا اعجن فيها زي اي عجينه عيش عندك، هتعجنيها كويس قوي لغايه لما لون العجينه بتاعك يفتح وقوامها يبقى املس زي الشكل ده كده. في المرحله دي هنبتدي ان احنا نجمع عجينتنا على بعضها بالمنظر اللي حضرتك شايفاه، وهندهن البوله بتاعتنا دهنه خفيفه من الزيت، وهننزل بالعجينه فيها. هندهن كمان سطح العجينه بتاعتنا بدهنه خفيفه من الزيت عشان خاطر ما تنشفش مننا، وكمان هنغطي العجينه بتاعتنا كويس قوي. المرحله الاولانيه مش هنخمر العجينه بتاعتنا تخمير كامل، ولكن هسيبها تستريح شويه مثلا نص ساعه كده، بحيث ان هي تخمر يعني حبه صغيرين، يعني ممكن نقول الحجم بتاعها تضاعف مره واحده. الشكل اللي ماما بتعمله دلوقتي بيعمل حاجتين. اول حاجه هيطلع التخمير اللي حصل في المرحله الاولانيه، وده بيسهل التخمير في المرحله اللي جايه. وكمان عشان لو ما عندكيش ميزان تقدري انك تقطعي العجينه بتاعتك لاحجام متساويه بالنظر كده. هناخد بقى كل قطعه من اللي احنا قطعناهم دول، وهنبتدي ان احنا نشكلهم على هيئه كوره بالشكل اللي حضرتك شايفاه، ومع المراعاه ان احنا في الاخر نحاول ان احنا نبططها شويه بحيث نطلع منها اي هواء موجود فيها. بعد لما اخلص الكميه بتاعتي كلها هبتدي طبعا ان انا اغطيها عشان خاطر ما تنشفش مني، ولكن مش هسيبها تخمر، هحطها على طول في الصاجات بتاعتي او في الصواني. اهم حاجه عندي الصواني بتاعتي يكون فيها يا اما دهنه زيت او تكون فيها مفرش سيليكون او ورقه زبده، يعني اي حاجه من الثلاثه هتنفع. هنبتدي بقى ان احنا نبططها. لو حسيتي بمقاومه في المرحله دي سيبيها شويه وارجعي تاني بعد 10 دقائق وابدأي انك بططيها. خدي بالك ان احنا هنا بنبططها يعني بتكون تخينه. شايفين السمك عامل ازاي؟ سنتي مثلا او نص عقله الصباع، مش زي مثلا العيش البلدي. هسيبها بقى تخمر كويس قوي في المرحله دي لغايه لما يتضاعف حجمها بالشكل ده كده، وعلى فرن مسخن مسبقا على 200 درجه مئويه، وممكن كمان تحتاجي انك تفتحي الشوايه عشان تطلع بهذا الجمال. هل كده خلاص؟ لا مش خلاص، لازم اول لما تخرج من الفرن ابتدي ان انا اطلعها على فوطه نظيفه، وابتدي كمان ان انا اغطيها كويس قوي يعني لغايه لما تبرد تماما، بحيث ان هي تمتص البخار بتاعها وتبقى طريه. لو سبتيها في الصواني بتاعتها هتبقى ناشفه ومش هتبقى حلوه ابدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ومكوناتها سهله وبسيطه وموجوده عندنا كلنا، وطعمها حلو جدا.